يا صباح الفل. ازاي اتخلص من التوتر في خطوتين صغيرين قوي؟ طيب، هو اصلا التوتر بيجي من جوايا ولا بيجي من الاحداث والاشخاص حواليا؟ الحقيقه ان هو بيجي من جوايا انا، فبالتالي لما انا بسيطر عليه الدنيا تبقى كويسه. طيب ازاي اعمل كده؟ اول حاجه ان انا اقتنع ان اي حدث خارجي مش بيعمل مشكله عليا انا بنفسي. لا، طريقه تقبلي للحدث هي اللي بتوترني. طريقة خوفي منه أو قلقي من الحاجة اللي حاصلة أو غضبي من الشخص الفلاني هو ده اللي بيوترني. بالتالي لو أنا قدرت أتحكم في طريقة رد فعلي أنا على الحدث، هو ده اللي هيفرق كتير قوي. ولازم أعيش اللحظة، يعني ولا أفكر الحدث ده هيعمل إيه في المستقبل ولا عمل إيه في الماضي. نعيش اللحظة الحالية بكل الحاجات الحلوة والوحشة اللي فيها، وما نفكرش في بكرة ولا في اللي فات. تاني حاجة، مهم أعمل تأمل. التأمل يا جماعة مهم جدا جدا جدا. فكرة إن أنا آخد 10 دقايق من يومي أول ما أصحى وقبل ما أنام، أغمض عينيا وأقف في مكان هادي وبس أركز على النفس بتاعي، هتفرق جدا جدا. هتخفف التوتر بنسبة 70%، وهتخليك تهدى وتفكر بعقل وتشوف قد إيه الموقف ده أصلا ما كانش موتر وإنت اللي كبرت التوتر. إحنا اللي ممكن نتحكم فيه بس لو قررنا نعمل كده، وبالتدريب طبعا، مش حاجة من أول أو تاني أو خامس مرة. لازم نستمر في التدريب علشان نوصل